السلام عليكم. إن شاء الله في فيديو النهاردة هنعمل انتقالات سهلة وتعتبر ترندي، يعني بتستعمل كتير. أول انتقال معانا اللي هو الإيكو إفكت، اللي هو بيديني الإفكت بتاع الإيكو. آه، ممكن أطبق الإفكت ده على لاير واحدة، يعني مش لازم يكون عندي مثلا فيديوهين، ممكن فيديو واحد. باجي مثلا عند الجزء منه وجاي قاطع الفيديو. دي اللاير معانا، بعمل كنترول شيفت دي، وباخد كوبي من الجزء اللي هو التاني، يعني باخد كوبي من اللاير دي، بضغط كنترول دي وبروح على السكيل، بعمل كي فريم، بمشي شوية وبعمل كي فريم تاني، بحيث ان السكيل يكبر، يعني بكبر السكيل الخاص باللاير. وبعدين برجع برضو عند الاوباسيتي، بخلي الاوباسيتي مثلا تبدأ ب70%، وابتدي انزل الاوباسيتي الخاصة باللاير. خلينا نشوف كده. زي ما احنا شايفين السكيل والاوباسيتي فرقت، عملت فرق ما بين اللاير الاول واللاير التاني. هروح بعد كده اعمل ادجستمنت لاير، هعمل الافكت، التايم بتاعها اخليه مثلا 20 فريم، يعني اخلي مدة الادجستمنت لاير 20 فريم، واجيب الادجستمنت لاير وابتدي انزل على اول افكت معانا اللي هو الويجل بوزيشن. بعمل برضو كي فريم، بشتغل على السبيد 9، وبروح مثلا بخلي البداية زيرو اللي هي الويجن اماونت. بمشي عند اللي هو التقاطع الليارين، وبعمل الاماونت 100، وبرجع خالص بعمل كي فريم اخير بخلي الاماونت زيرو، زي ما احنا شايفين كده. هعمل كي فريم تاني موشن تايل، هعمل افكت تاني موشن تايل اخليه فوق الويجل، واغير الاوتبوت ويتس والاوتبوت هاي، اخليه مثلا 150، واخلي برضو الاوتبوت ويتس 150، واعمل الميرور ايدج زي ما احنا شايفين كده. في ويجل حركة الاهتزاز، الويجل بيديني الاهتزاز. وبعدين عايز بقى ازود شويه برضو بعد الافكت مع الويجل. ممكن ان انا اعمل اكسبوجر، ممكن اعمل هيو وساتوريشن. فهعمل كذا افكت برضو بحيث ان هو يديني شكل برضو احترافي شويه. اول حاجه هناخدها معانا اضافيه اللي هي الاكسبوجر. هخلي الاكسبوجر برضو هشتغل بكي فريم، هعمل كي فريم في البداية خالص زيرو، واروح في عند نقطة التقاطع اخليها مثلا وليكن 3، بس 3 عالية شوية فهنزلها لاتنين، وارجع تاني اخلي الاكسبوجر زيرو. الاكسبوجر طبعا احنا طبقناه قبل كده في فيديو سابق، والاكسبوجر المقصود بيه اللي هو الاضاءة، يعني بيديني اضاءة زيادة. هروح بعد كده انزل اليوس وساتوريشن واخلي يعني اشيل اللون خالص، يعني الغي الساتوريشن. زي ما احنا عارفين، زي ما احنا شايفين، اخليه مثلا ماينس 100. شايفين كده الشكل هيبقى عامل ازاي، يعني مع الويجل بيبقى في زوم، في نفس الوقت في مفيش ساتوريشن، شلت اللون. وبكده يبقى احنا خلصنا الجزء الاول، الانتقال الاول. هنروح للانتقال الثاني اللي هو اللي زي اللي بيسموه الوايب افكت. هو سهل جدا. انا عندي اتنين فيديو، باخد بعمل كوبي من الفيديو التاني، وبنزل عليه افكت موشن تايل. هو بسيط جدا بس ترندي، يعني يعتبر ترندي بيستعمل كتير الفترة دي. اللي هو ايه، عملت انا هنا عند البوزيشن، بفضل انزل في البوزيشن، يعني انزل في البوزيشن اللي هو في الواي اكسس، واعوض النزول ده بالايه بالموشن تايل، يعني اكبر بقى عندي ايه الاوتبوت هاي، بحيث ان انا ايه يغطي
الشاشة. فزي ما احنا شايفين كده اهو. يعني شكلي يعتبر حلو جدا، وهعمل برضو ميرور ايدج. خلينا نشوف. طبعا يعتبر سهل جدا، وبيدي تأثير جميل يعني في الانتقال ما بين فيديو للتاني. وبيستعمل كتير يعني في الفيديوهات. آخر ترانزيشن معانا اللي هو السبليت سكرين. طبعا الشاشة دي جاية جاهزة. دي جاهزة، أنا بسيبها برضو في صندوق الوصف. مجرد بس ان انا باخد الفيديوهات وبرصها في السكرين. فالفيديو الاول كبير معايا، فانا عملت ماسك عشان ايه احدده ميبقاش طالع بره السكرين. الفيديو التاني اللي على اليمين ده مفيش فيه مشكلة. الفيديو بقى اللي تحت فيه اتنين تحت، هعكسهم يعني اخليهم ايه اعمل اروح لقائمة ترانسفورم واعمل فيب هوريزونتال زي ما احنا عاملين كده. مم. بظبط الوضع اللي هو بحيث ان هم يبقوا عكس بعض بالظبط. ماشيين عكس بعض بالظبط. وطبعا هنستعمل هنا يعني افكتات تعتبر يعني معروفة مشهورة جدا ومميزة جدا كمان. اول افكت معانا هناخده اللي هو طبعا الهيو ساتوريشن، عشان بس افرق ما بين الفيديو اللي تحت اللي على اليمين اديله اقلل منه الساتوريشن. وده اول حاجة هعملها. هروح بعد كده للنويز، اديله نويز مثلا حوالي 7 أو 8. نقول ماشي 10. بعدين هروح بقى للايه للبوسترايز تايم. البوسترايز تايم بتخلي الفريمات بدل ما هو مثلا الفيديو شغال ب 30 فريم في الثانية، بحدد بقى انا ايه، بقلل الفريمات شوية اخليه يشتغل ب 12 فريم في الثانية. انا طبعا عاملها 4، لان لما اعملها 4 بيبقى باين التقطيع، يعني بتحس ان في كأن ستوب موشن كده يعني. آه، تحس في بيبقى في الحركة نفسها متقطع او الفيديو متقطع، فبتدي شكل حلو جدا. لكن بيبقى ماشي مع نفس الفيديو اللي جنبه بالظبط. هروح للفيديو اللي فوق وانزل اللي هو السي سي وايت تايم. السي سي وايت تايم بيعمل لي تيل، يعني بيعمل لي زي كده ايه ديل كده. فطبعا انا بقى عملت يعني بياخد الفريمات اللي قبل اللحظه اللي انا واقف فيها، وبيشغلها لي كلها في نفس الثانيه. يعني بياخد مثلا ايه عدد 12 13 فريم بيشغلها مثلا في نفس الثانيه. كده نكون احنا خلصنا. واشوفكم الفيديو اللي جاي، وشكرا، السلام عليكم.